سنة 2018 في البحيرة، وتحديداً في مدينة دمنهور، تحصل واحدة من أغرب وأصعب القصص. والحقيقة إن الطب الشرعي في القصة دي قدر يحل حاجات كتير فيها، لأن زي ما بيقولوا كده الجثة اتكلمت مع الطبيب الشرعي. بس قبل ما نبدأ في حكايتنا الرهيبة النهاردة، محتاج من حضراتكم تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للقصة دي، وبعد ما تسمعوا القصة لحد النهاية تسيبوا كومنت دعم علشان نجيب ليكم كل القصص المثيرة والقوية الأيام الجاية. المهم، بسم الله نبدأ. قصة النهاردة هي قصة فاطمة ومتولي، بس علشان نفهم اللي حصل محتاجين نرجع 22 سنة لورا، تحديداً قبل ما فاطمة ومتولي يتجوزوا. سنة 2003 في مدينة دمنهور. فاطمة كانت بنت جميلة جدا، وفي الوقت ده كان عندها 18 سنة، من أسرة على قد حالها بس ناس محترمين جدا. في السنة دي يتقدم لفاطمة شاب للجواز، وأهلها ساعتها وافقوا عليه، وفاطمة كمان وافقت عليه، وبعد سنة بالظبط يتجوزوا. فاطمة كان عندها حلم إنها تستقر في حياتها الزوجية، بس المشكلة إن بعد الجواز على طول فاطمة عرفت إنها اتجوزت واحد مش قد المسؤولية وعنده مشاكل كتير. بس هي اتربت إنها تقف جنب جوزها، وإنها ما تتكلمش خالص عن المشاكل. وبعد ما تمر سنة ربنا يرزقهم بأول مولودة، واللي كانت بنت جميلة زي أمها. وساعتها فاطمة تخيلت إن الطفلة دي هتغير حياتهم تماما، وتوقعت إن جوزها هيتغير للأحسن. بس الحقيقة الراجل زي ما هو، شخص كان سيء جدا. ومع نهاية السنة التانية من الجواز فاطمة تقرر إنها تطلب الطلاق من جوزها. والحلو في الموضوع هنا إن أهلها لما عرفوا إن عندها مشاكل بجد وافقوها على فكرة الطلاق، وده لأنهم مربينها كويس جدا وعارفين إن هي كده وصلت للنهاية. وفعلا بعد فترة قليلة فاطمة وجوزها الأولاني ده يتطلقوا، وخدت بنتها وراحت على بيت أهلها. وبعد الطلاق على طول اكتشفت فاطمة إن جوزها ملوش علاقة ببنتهم خالص، ولا بيصرف عليها ولا عايز يساعد في أي حاجة. وعلشان ظروف عيلة فاطمة كانت بسيطة جدا، فقررت إنها تنزل تشتغل علشان تعرف تصرف على نفسها وعلى بنتها. وفي نفس المنطقة اللي عايشة فيها فاطمة وعيلتها كان في شاب اسمه متولي. في الوقت ده كان عنده 33 سنة. الشاب ده شغال قهوجي وغلبان جدا، والناس كلها بتتعاطف معاه، وده لأن متولي من وهو عنده 9 سنين أمه وأبوه انفصلوا وكل واحد فيهم اتجوز. ومن ساعتها متولي كان عايش في بيت قرايبهم وما يعرفش حاجة عن أمه أو أبوه. ولما متولي وصل لسن 33 سنة قرر إنه يتجوز بنت منطقته فاطمة، اللي يعرف عنها تقريبا كل حاجة، وعارف إنها كانت متجوزة ومعاها طفلة صغيرة. فلما تقدم يطلب إيديها للجواز أهل فاطمة وافقوا وضغطوا عليها علشان توافق. وسبب ضغط أهل فاطمة عليها للجوازة من متولي هي إن فرص جوازها احتمال تبقى قليلة. فاطمة في الوقت ده وصلت لسن 21 سنة ومعاها طفلة، وكانت متجوزة قبل كده، وعلشان كده فاطمة توافق على الجواز من متولي. وهنا نكون وصلنا لسنة 2006، واتجوزوا في شقة متواضعة جدا في نفس المكان اللي هم عايشين فيه. متولي كان مبسوط جدا بالحياة دي، وفاطمة كان كل طموحها إنها تنقل في شقة أحسن من كده بس قدام شوية. بس بعد الجواز بفترة قليلة فاطمة تلاحظ إن متولي ما عندوش أي طموح ولا عنده استعداد إنه يطور من نفسه أكتر من كده. وعلشان كده فاطمة بقت هي تقريبا اللي بتفكر في أي حاجة كويسة لمستقبلهم. وزي ما قلنا قبل كده إن فاطمة اتربت على إنها تقف جنب جوزها وتساعده بكل هدوء، وفي نفس الوقت فاطمة عايزة تثبت للناس إن جوازها للمرة التانية هيكون أحسن بكتير. فقررت إنها تتغاضى عن أي مشكلة، تحديداً بسبب كلام أهلها إن فرص جوازها بعد كده هتبقى قليلة جداً. وعلشان كده تحاول تساعد متولي بأي طريقة، فتقرر إنها تنزل تشتغل في البيوت علشان تجيب فلوس وتساعد في مصاريف البيت، ومنها تساعد متولي إنه ينقل حياتهم للأحسن. وقدرت بعد فترة من الشغل إنها تكون مبلغ كويس، والمبلغ ده كانت بتصرف بيه على البيت. ومتولي ما كانش فارق معاه، طالما محدش بيطلب منه حاجة يبقى مفيش مشكلة، فاطمة تعمل اللي هي عايزاه. لحد ما بدأ الموضوع يتطور أكتر، ومتولي بقى يطلب منها فلوس علشان تصرف على البيت، وبقى كمان يطلب منها فلوس لمصاريفه الشخصية، لأن مرة واحدة مصاريف متولي بقت زيادة عن اللزوم. وطبعا فاطمة ما كانتش فاهمة ليه. وسبب زيادة مصاريف متولي في الوقت ده
هو إنه بدأ يدخل في طريق إدمان المخدرات. زي أي حد في الدنيا، في طريق البداية إنه بيصرف حاجة بسيطة، وبعد كده الدنيا بتزيد واحدة واحدة، بس الحقيقة ما بيبقاش عارف هي هتوصل بيه لحد فين. وطول الوقت اللي فات ده متولي وفاطمة عايشين في شقتهم المتواضعة اللي موجودة في نفس منطقة سكن العيلة. ومر على جوازهم 4 سنين ونوصل لسنة 2010. وفي الوقت ده فاطمة خلفت طفلين من متولي، ده غير الطفلة اللي عندها من جوازها الأول. بس فاطمة هي المسؤولة عن مصاريف ال3 أطفال. ووقتها فاطمة قعدت مع متولي وقعدت تحكي معاه في إنهم لازم ينقلوا في شقة أكبر وفي مكان أحسن، وإن حلمهم إنهم يطوروا حياتهم أكتر من كده. بس تكتشف في الكلام إن متولي مش فارق معاه ولا عنده استعداد يطور أي حاجة في حياته، ده غير إن تصرفاته في الوقت ده بقت غريبة جدا. فاطمة لحد اللحظة دي ما كانتش عارفة إن جوزها مدمن للمخدرات، وهو ده السبب الرئيسي اللي كان محلي متولي ما بيفكرش يعمل أي حاجة في حياته. كل همه إن الفلوس لما تيجي ينزل يشتري مخدرات وبرشام علشان يعدي يومه، لكن يطور من حياته أو ياخد باله من بيته ومن بناته ولا فارق معاه. وبعد ما يمر 4 سنين كمان ونوصل لسنة 2014، فاطمة تقدر تكون مبلغ مالي أكبر، وفعلا يقدروا ينقلوا لشقة جديدة. ومش بس الشقة دي، اشترت فرش وأجهزة كهربائية جداد علشان يعيشوا حياة أحسن. وفي الوقت ده متولي مبسوط جدا باللي بتعمله فاطمة، واللي في نفس الوقت كانت بتنقل صورة حلوة جدا عن متولي قدام عيلتها. ما كانش حد يعرف أي حاجة من التصرفات اللي هو بيعملها. وفي المقابل متولي بقى خلاص مشي في طريق الإدمان بطريقة صعبة جدا، وتصرفاته مع فاطمة بقت وحشة جدا، لدرجة إن الخناقات اللي بينهم وصلت لمد الإيد. كل ده وفاطمة عايزة تحافظ على بيتها علشان ما يتقالش إن جوازها التاني برضه كان فيه مشكلة. كانت بتحاول تظهر قدام الناس إنها عايشة حياة كويسة، وده طبعا عكس الحقيقة تماما. وكان كل ما متولي يمد إيده أو يشتم فاطمة ويتخانق معاها، بمجرد ما كان بياخد جرعة المخدرات بتاعته كان بيرجع طبيعي تاني ويقعد معاها ويعتذر ليها. وللأسف فاطمة كانت بتوافق وترضى بالوضع اللي هي عايشة فيه. بس لما فاطمة لقت إن الموضوع عمال يزيد عن حده، قررت الأول إنها ما تشاركش في مصاريف البيت تماماً، وطلبت من متولي إن هو يتصرف في المصاريف دي، وطلبت منه كمان إن ضروري يوقف المخدرات علشان دي اللي هتخرب على بيتهم. بس متولي كان بيسمع الكلام منها من ودن وبيطلعه من الودن التانية. بس كل اللي فكر فيه وقتها إزاي يقدر يوفر فلوس علشان يصرف على البيت ويشرب مخدرات. وهنا متولي قرر إنه بدل ما يبقى مدمن بس يبقى مدمن وتاجر. ومن ساعتها متولي اشتغل تاجر، وبقى ياخد القهوة اللي هو شغال فيها مقر للتجارة بتاعته، يشتري مخدرات بكميات كبيرة ويبيعها للناس قطاعي، منها يشرب ببلاش ومنها يكسب فلوس. بس برضو الفلوس دي ما كانش بيجي منها للبيت غير حاجات قليلة جدا، لأن هي دي تصرفات المدمن. وتمر 2 سنين كمان ونوصل لسنة 2016. الحياة للأسف عمالة تزيد من سيء لأسوأ. من ناحية متولي المخدرات اتملكت منه على الآخر، وبقى واضح عليه جدا إنه شخص مدمن وواضح عليه. والمشاكل اللي بينه وبين فاطمة كل شوية عمالة تزيد، وبقى مد الإيد والشتيمة هو التعامل الطبيعي اللي بينه وبين فاطمة. وفي نفس السنة دي فاطمة قررت الطلاق، بس كل اللي حواليها اعترضوا على اللي هي بتقوله. أولا معاها 3 أطفال، ودي هتبقى الطلقة التانية، وده معناها إنها ست فاشلة في بيتها. وفي الوقت ده فاطمة كان عندها 31 سنة ومتولي عنده 47 سنة، وعلشان كده فرص الجواز اللي عند فاطمة كانت تعتبر خلاص انتهت. ولما تمر سنة كمان ونوصل لسنة 2017، كل اللي كانت بتفكر فيه فاطمة إزاي تخلص من حياتها دي. بس العقبة اللي عندها ولادها ال3، وفي نفس الوقت مش عارفة هتقنع أهلها إزاي بالطلاق. لحد الوقت ده فاطمة كل اللي بتفكر فيه إنها تطلب الطلاق، ولا جه على دماغها إنها ترتكب جريمة، ولا حتى كانت بتفكر إنها تأذي متولي بأي شكل. وتمر سنة كمان ونوصل لسنة 2018، ودي السنة اللي حصلت فيها الجريمة. وقبل احتفال عيد الأضحى بكام يوم بس، الفكرة جات لها إزاي ومنين. فاطمة يلفت انتباهها إن متولي بسبب المخدرات بيجيله هبوط حاد في الدورة الدموية، وشبه يغمى عليه ويفقد التركيز تماماً. وفي الوقت ده هي والولاد بيبقوا قلقانين جداً عليه، بس بعد شوية بيرجع يفوق تاني. وبسبب الحركة دي فاطمة فكرت إن ممكن تبقى الجريمة بتاعتها بنفس الشكل بالظبط،
علشان يبان قصاد كل الناس إنه عادي هبوط حاد في الدورة الدموية، وساعتها تبقى الوفاة طبيعية ومحدش هيشك فيها خالص. بس كل ما فاطمة يجي على بالها التفكير ده ترجع ترفضه تاني، مش قادرة تقتنع إنها ممكن تعمل كده في متولي ولا إنها تتصرف بالشكل ده. بس كل حاجة تتغير قبل احتفال عيد الأضحى بيومين. فاطمة تاخد جوزها والولاد الثلاثة ويروحوا زيارة لأهلها، ومتولي في الوقت ده ما كانش بيروح زيارة لأهل فاطمة كتير، كان بقاله فترة طويلة ما شافهمش. بس الزيارة دي غيرت كل حاجة. بعد ما خلصوا قعدتهم عند أهل فاطمة وروحوا على البيت، أهل فاطمة اتصلوا بيها وسألوها عن الطريقة الغريبة اللي بيتكلم بيها متولي. لسانه تقيل وشكله باين قوي إنه مدمن. طريقته في الكلام وعدم تركيزه خلت الناس خدوا بالهم إن متولي ده مش طبيعي. وطبعا الكلمة دي ضايقت فاطمة جدا. أولا لأنها طول الوقت بتوصل صورة حلوة جدا عنه قدام أهلها، وبسبب المكالمة دي فاطمة تقرر إنها تنفذ الخطة بتاعتها، لأن كده خلاص حياتها فعلا بقت صعبة جدا. وكل اللي يجي على بالها إن لو فعلا مات بهبوط حاد في الدورة الدموية كل اللي حواليها هيصدقوا، وعلشان كده تبدأ تفكر في الخطة وطريقة تنفيذها. فتقعد تدور في الشقة على الأماكن اللي بيخبي فيها متولي المخدرات لحد ما تلاقي شريط برشام. الشريط ده ما كانش واخد منه ولا حباية، فتطلع منه كام حباية وتطحنهم وتحطهم على الأكل والشاي، ولما متولي يوصل البيت تحط له العشاء وتحط له الشاي وتسيبه ياكلهم على مهله. وفي نفس الوقت كانت مقررة إنها تستنى لحد ما تشوف هيحصل إيه. متولي يخلص العشاء ويشرب الشاي، وبعد حاجة بسيطة يبان عليه الإرهاق قوي، فيقوم ويدخل أوضة النوم بتاعتهم ويقفل عليه الباب. وساعتها فاطمة مستنية لحد ما تتأكد إنه نام على السرير وإنه مات، فتفتح عليه الباب تلاقيه فاقد الوعي تماما، فتقفل الباب تاني وتقرر إنها تروح وتنام مع أولادها. ولما تقوم من النوم هي والولاد ويروحوا علشان يصحوا باباهم يلاقوه مات. وساعتها تكلم الناس وتقول لهم على اللي حصل. وفاطمة دخلت أوضة الولاد ومش عارفة تنام. كل اللي بتفكر فيه مش مصدقة إنها عملت كده في جوزها، ومش مصدقة إنها ارتكبت جريمة زي دي، وتفضل صاحية ولا تعرف تنام ولا تعرف تغمض عينيها لحد ما تيجي الساعة 5:30 الفجر. فاطمة تتخض لما تلاقي متولي بيفتح باب الأوضة وخارج، بس طبعا كان باين عليه إنه فاقد الوعي والتركيز تماما. ومن المنظر اللي هو فيه واللي ما كنتش تعرفه فاطمة إن متولي من كتر ما كان مدمن وبياخد جرعات كبيرة، فالجرعة اللي هي اديتها له كانت كبيرة بس هو متعود عليها، بس في نفس الوقت هي أثرت عليه لأنه كان واخد جرعة قبلها، بس بسبب الولاد واللي عملوه والخوف اللي كان جواها فتقرر إنها تاخد متولي ويطلعوا على المستشفى. وأول ما وصلوا المستشفى العام أختها بالصدفة شغالة في نفس المستشفى، فيتم علاج متولي بسرعة ويتم تشخيصه وقتها إنه هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب التسمم الغذائي. وبعد ما يخلصوا العلاج في المستشفى يتحركوا على البيت، وساعتها فاطمة تقرر إنها ترجع تماماً عن الفكرة اللي جت في بالها، وإنها ما ترتكبش في حقه أي جريمة، والأفضل إنها تقعد تتكلم معاه. وفعلاً فاطمة تقعد مع متولي وتحكي له عن مكالمة أهلها، وقد إيه الناس كلها ملاحظة إن طريقته بقت غريبة وطريقة كلامه بقت صعبة جداً. بس اتفاجئت إن متولي بدل ما يسمع منها الكلام ويحاول يحل معاها المشكلة، متولي بدأ يشتمها ويضربها. وساعتها فاطمة قررت إنه لازم يموت. في الوقت اللي متولي بيضرب فاطمة ويشتمها، فاطمة ضربته في رقبته بطريقة صعبة جدا وهي مش واخدة بالها. قوة غريبة طلعت عليها، ولما ضربته الضربة دي وقع في ساعتها ومات. ولما فاطمة اتأكدت إنه مات فضلت قاعدة جنبه، كل اللي بتفكر فيه ال12 سنة اللي عدوا عليها، وكأنه فيلم سينما بتتفرج عليه. وبعد ما مسكت نفسها شوية وهديت من نفسها كلمت إخواته علشان ييجوا على البيت بسرعة، وفعلا يلاقوه بكامل هدومه ونايم على السرير ومتوفي، وواضح جدا إن الوفاة طبيعية. فيكلموا مكتب الصحة علشان يطلعوا تصريح الدفن، ودكتور مكتب الصحة يوصل علشان يكشف عليه. ولما يعاين الجثة يعرف من إخواته ومن مراته
إنه كان في المستشفى قبلها بيومين بيعاني من نفس المشكلة، وهي هبوط حاد في الدورة الدموية. بس الدكتور يلاحظ إن في علامة غريبة في الرقبة، ده غير إنه ما كانش مرتاح لتصرفات العيلة بشكل عام، تحديداً الطريقة اللي كانت بتتكلم بيها فاطمة. فيقرر الدكتور إنه ما يحسسهمش بأي حاجة، ويقول لهم إنهم لازم يبلغوا الشرطة علشان يكملوا إجراءات الدفن وتصريح الدفن. وفعلاً فاطمة هي اللي تتصل برجال الشرطة وتعرفهم إن جوزها مات في البيت وإنهم محتاجين يطلعوا تصريح الدفن. فرجال الأمن توصل على البلاغ وتقابل دكتور الصحة ويقول لهم على اللي هو حاسس بيه. وطبعاً لما يعاينوا الجثة يلاقوها فعلاً بكامل الملابس، وإن في علامة غريبة موجودة على الرقبة. بس العلامة دي ما تديش إيحاء قوي بأي حاجة، بس اللي لفت انتباه رجال الأمن هو الثبات الانفعالي والهدوء اللي عند فاطمة. ده مش تصرف طبيعي من واحدة جوزها ميت دلوقتي حالاً. ده غير كمان إن فاطمة كانت مصرة تقول لرجال الأمن إن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية. فكان السؤال، إيه اللي يخليكي متأكدة قوي كده من التشخيص ده؟ فرجال الأمن برغم إن الوفاة تبان طبيعية، إلا إنهم بلغوا أهل متولي إنه واضح إن في شبهة جنائية. وأول ما قالوا كده فاطمة يبان عليها التوتر والارتباك جدا. وبعدها يتم نقل جثمان متولي للطب الشرعي، وده علشان يتأكدوا هل في شبهة جنائية ولا لأ. وفي ساعتها يتم نقل الجثمان للطب الشرعي اللي جاوب على كل الأسئلة، وكأن الجثة فعلا اتكلمت مع رجال الأمن واتكلمت كمان مع الأطباء الشرعيين. أثبت الطب الشرعي إن الوفاة بسبب الخنق، وده بسبب كسر في عظم الرقبة. وأثبت كمان إن جسم متولي كله مخدرات، بس في نسبة كبيرة جدا ومبالغ فيها. وأثبت كمان إن في آثار من شعر وجلد موجودين في إيدين متولي، وبالتحليل أثبتوا إن كلها تخص فاطمة مراته. وفي الوقت ده تحريات رجال الأمن أثبتت إن متولي فعلا كان مدمن المخدرات، وكمان كان بيتاجر في المخدرات. وأثبتت التحريات كمان إن فاطمة مراته ست كويسة جدا، وإن ما عليهاش أي سوابق إجرامية، وإن مفيش ولا حد اتكلم عنها وحش. وعرف رجال الأمن من التحريات كمان إن فاطمة كانت ضد كل التصرفات اللي متولي بيعملها، بس للأسف يتم القبض عليها بسبب ارتكاب الجريمة. واللي خلى رجال الأمن تشك في فاطمة من البداية إنهم لما راحوا البيت كان فاطمة عندها جرح بسيط في راسها كانت بتحاول تداريه دايما بالحجاب. وساعتها لما واجهوها بكل الأدلة وإن في آثار من الجلد والشعر بتوع فاطمة في إيدين متولي، أكدوا إن هي اللي ارتكبت الجريمة، وإن الموضوع كان عبارة عن مشاجرة وهي قتلته. وساعتها فاطمة اعترفت لرجال الأمن بكل حاجة، وحكت الحكاية من البداية لحد ما خدت قرار إنها تقتله. صدمة كبيرة عند أهل فاطمة وعند أهل متولي، محدش متوقع أبدا إن فاطمة تعمل كده. وبعد جمع كل الأدلة والاعترافات يتم تقديم فاطمة للمحاكمة، وللأسف ما قدرناش نوصل للحكم اللي طلع عليها. وبغض النظر عن الحكم، فاطمة خسرت كل حاجة بسبب إنها عملت حساب للناس وكلام الناس اللي هتقولوا عليها لو اتطلقت للمرة التانية. صحيح هي ارتكبت جريمة، بس إحساس إن اللي عمل الجريمة دي إنسان تاني أو شخصية تانية خالص جوه فاطمة هي اللي عملت كده، وده من كتر الضغط اللي وقع عليها. المهم في القصة دي إن العلاقات الزوجية ما بتتبنيش غير على الاحترام. لو الاحترام قل بين الزوجين الحياة دي خلاص ما تنفعش. ياريت تكون القصة دي عجبتكم واستفدتوا منها. ونهاية الكلام، سلام. حكايتنا النهاردة بتدور حوالين الطمع والجشع الموجود في النفس البشرية، واللي نتج عنه أغرب جريمة ممكن تسمعها في حياتك كلها. والحقيقة حكايتنا النهاردة طويلة شويتين، فلازم تكون مركز فيها بشكل كبير وما تسرحش، علشان بوعدك بكمية تفاصيل مرعبة. بس قبل ما نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، ما تنسوش دايما تعملوا سبسكرايب للقناة علشان نكبر بيكم وليكم بإذن الله، واعمل لايك دلوقتي للفيديو علشان ما تنساش وتسرح في القصة بعد كده. المهم يلا بينا نبدأ قصتنا. قصتنا بتبدأ بالمهندسة مريم، واللي كانت ضحية الطمع هي وعيالها الاتنين في واحدة من أغرب الجرائم اللي حصلت في تاريخ مصر.
بتبدأ القصة سنة 1991 في منطقة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية مع رجل أعمال اسمه معتز هاني. معتز كان في الوقت ده عنده 26 سنة وهو الكبير على 2 إخوات رجالة، صابر ويوسف. ولكن هو كان أذكى إخواته وأكتر واحد معاه فلوس فيهم. وبدأت تجارته في مصر من الزقازيق لحد ما ربنا كرمه وبقى مستثمر كبير، وبدأت تجارته تكبر لبره مصر. وكان معتز قريب من أبوه جدا، وعلى طول الحاج هاني كان بيحب يشوف معتز ابنه وفرحان. لكن كان في حاجة واحدة مضايقاه. معتز بسبب زياراته الكتير لأوروبا بقى بيشرب خمرة وبقى مدمن عليها، لدرجة إنه بقى بيشربها كتير حتى وهو جوه مصر. وفي يوم معتز راح لأبوه قال له إنه قابل مهندسة في المطار القاهرة وأعجب بيها، وطلب منها إنهم يخرجوا سوا عشان يتقدم لها بعد ما يتعرف عليها. بس هاني أبوه رفض في البداية، وكان خايف إن ابنه يتجوز واحدة من البندر، وقال له اتجوز من هنا من البلد واحدة شبهنا تصونك. بس معتز كان مصمم على رأيه وقال له إنه مش هيتجوز غير البنت دي. وفعلا اضطر هاني أبوه يوافق ابنه على كلامه لأنه بيحب يشوفه فرحان. واليوم ده سافر معتز من الزقازيق لمدينة نصر، وهناك قابل المهندسة مريم في واحد من المطاعم الفخمة اللي هناك. وعلى الرغم من فلوس معتز الكتير ومكانته بين التجار، لكنه كان قاعد في المطعم حاسس إنه أقل من كل اللي حواليه بسبب إنهم بيتعاملوا بإتيكيت وهدوء، على عكس طريقته ولهجته الفلاحي اللي ما تغيروش بالرغم من سفره بره كتير زي ما قلنا. ومع إن دي حاجة ما تعبهوش، بس معتز فضل إحساسه بالنقص ده ملازمه. ومن أول مقابلة مع مريم واللي اعترف لها إنه بيحبها وإنه مش جايبها بس عشان يتكلموا في شغل زي ما قال لها في المطار. والحقيقة مريم كانت مبسوطة قوي لما سمعته بيقول كده، وقالت له يديها وقت تفكر، خصوصا إن مريم هي البنت الوسطانية وكان عندها أختها الكبيرة لميس واللي كانت لسه في الوقت ده ما اتجوزتش. وكان سن مريم في الوقت ده 23 سنة، ولما قابلت معتز في المطار كانت لسه راجعة من السفر بسبب إنها بتكمل دراستها في الهندسة في الخارج. ومعروفة في مدينة نصر كلها بالمهندسة الجميلة، لأن شعرها كان أصفر وعينيها ملونين ومتربية تربية بشوات بسبب إن أبوها واحد غني جدا في منطقة مدينة نصر. لكن مريم كان عندها هي كمان عيب وحيد زي معتز، وهو حبها للذهب والمجوهرات، واللي هيكون سبب في ارتكاب جريمة بشعة في حقها مع الوقت. وبعد فترة من مقابلات مريم ومعتز في المطار، قرر معتز يتقدم لها، وساعتها أبوه كان رافض إنه يروح معاه لأنه مصمم على كلامه، الناس بتوع المدن دول مش شبهنا. بس راح في الآخر بسبب حبه المعتز وإنه مش عايز يزعله. وكل اللي طلبه أبو مريم وقت الاتفاق جابه فعلا قبل الجواز، واشترى شقة في مدينة نصر عشان يعيش فيها هو ومريم بعيد عن أهله في الزقازيق. واتجوزوا سنة 1992 في واحد من أكبر الفنادق في القاهرة، ومن بعدها بقوا بيروحوا البيت زيارات، لأن أغلب وقتهم كانوا بيقضوه في أوروبا بين تجارة معتز وبين دراسة مريم وتحضيرها للماجستير والدكتوراه، لحد ما حملت مريم في ابنها الأول سنة 1993، وقررت إنها ترجع تعيش في القاهرة لحد ما تولد عشان كمان تهتم بابنها بعد الولادة، وقررت إنها تسميه أنس. أما معتز فكمل في اللي بيعمله، كان بيسافر كتير بره غير شربه للخمرة اللي بقت عادة ما يقدرش يبعد عنها. وكل مرة وهو راجع من السفر كان بيجيب معاه ذهب ومجوهرات من أوروبا، لدرجة إن مريم كان عندها صندوق مجوهرات فيه أكتر من نص كيلو من المشغولات غير اللي كانت لابساهم. وفي الفترة دي كانت مريم حاسة إن في حاجة غلط في حياة جوزها معتز، عشان في بداية 1994 تكتشف إن جوزها بيخونها مع واحدة من مضيفات الطيران اللي قابلها في رحلة من رحلاته لأوروبا، وقام بين معتز ومريم خناقة كبيرة جدا. وكانت مريم عايزة تتطلق منه، لكن بعد تدخل أهلهم قدروا يصلحوا بينهم ورجعوا يعيشوا مع بعض تاني. والخناقة دي كانت سبب في إن معتز هيبقى بعد كده المتهم رقم 1 في القضية دي. المهم إن معتز بعد ما صالح مريم ورجعوا يعيشوا مع بعض، حملت مريم للمرة التانية، وقضت ال9 شهور بتوع الحمل في شقة مدينة نصر. ومعتز كان بيسافر الفترة دي لمدة 3 شهور ويرجع يقعد في مصر أسبوع واحد. وبسبب غيابه عن البيت جاب لمريم شغالة في البيت بتساعد في النظافة والطبيخ والحاجات دي، لأنها مش هتقدر تعمل حاجة وهي حامل. وفعلا في 1995 ولدت مريم بنتها التانية،
وقررت تسميها ناني. وكانت كل حاجة في حياتهم طبيعية والولدين صحتهم كويسة. لكن بعد كام شهر من ولادة ناني وسط خناقة بين معتز ومريم، اقترحت عليه إنه يبطل شرب عشان خاطر عياله. وفعلا معتز سمع كلامها وقرر يدخل مصحة لعلاج الإدمان، لكنه قرر يدخلها في أوروبا عشان سمعته في البلد ما تتبهدلش. وفعلا سافر معتز وساب مراته وعياله لوحدهم. وبعد سفره بفترة حكت مريم لواحدة من صحباتها وهي في النادي إن معتز سافر أوروبا عشان يتعالج، وطلبت منها ما تحكيش لحد لأنه خاف على سمعته. وكانت فاكرة إن صاحبتها دي هتحفظ السر. لكن بعد رجوع معتز لمصر وعلاجه من الإدمان زي ما كان بيقول، بدأ يسمع صحبات مريم وهم بيتكلموا عليه وهو قاعد في النادي معاهم. وللأسف سمع صاحبة مريم وهي بتقول إنه كان مدمن وبيتعالج، فجري الدم في عروقه. وبمجرد ما رجع على البيت اتخانق مع مريم مرة تانية وقال لها إنها فضحته وسط الناس، وإنه المفروض كان يسمع كلام أبوه وما يتجوزهاش من الأول. وقال لها إنه هيطلقها وياخد الذهب والمجوهرات اللي اشتراهم. وعلى الرغم من إنها كانت مرتاحة مادياً، لكنها رفضت ترجعهم له، وقالت له لو هيطلقها مش هياخد أي حاجة ولا حتى الشقة اللي هو اشتراها. وحاولت تستفزه إنه فلاح وإنه مش من نفس مستواها أصلاً. معتز حس بعد كلامها ده إنه أقل منها بكتير، ورجعت عقدة النقص اللي كان حاسس بيها في الأول تطارده، لدرجة إنه سافر أوروبا 1.5 سنة من غير ما يسأل في مراته وعياله. وفي خلال الفترة دي كانت مريم قاعدة في شقتها لوحدها وبتهتم بعيالها بعد ما سابت الشغل، لكن ما سلمتش من لسان الناس وخصوصا أهل معتز اللي كانوا بيزوروها. وبدأ ينتشر إشاعات عنها إنها والعياذ بالله بتجيب رجالة البيت، وإنها تعدت من معتز وبقت مدمنة على الخمرة وبتضرب العيال الصغيرة، لحد ما تقدم فيها محضر رسمي سنة 1998 إنها بتعنف ابنها وبنتها. بس الحقيقة إن بعد تحقيقات الشرطة في الموضوع ده اكتشفوا إن مفيش أي آثار ضرب على جسم الطفلين، ده غير إنها ما بتشربش أي نوع من المخدرات أو الخمرة. وفي نفس السنة وتحديداً في شهر مايو جابت مريم سباك عشان يصلح لها مشكلة في البيت عندها. محمد خورشيد أشطر سباك في الوقت ده في مدينة نصر. خورشيد كان شاب وحيد لأبوه وأمه، وبعد ما ماتوا هما الاتنين اتجوز من نفيسة واللي كانت بتشتغل خدامة في البيوت. ومن بداية جوازهم ونفيسة بانت على أصلها ست جشعة وجعانة للفلوس، وكانت بتطلب منه حاجات فوق طاقته، ولما بيرفض يعملها كانت بتفرج عليه الشارع كله، لحد ما بقت هي اللي ممشية البيت على دماغها. وربنا ما أردش إنه يرزقهم بالأطفال، وفضلوا عايشين مع بعض من غير خلفة لأن خورشيد كان خايف يتجوز عليها. ولما طلبته عشان يصلح لها حاجات في البيت طلع على طول الشقة وانبهر أول ما شاف مريم، ست جميلة ما فيهاش غلطة، كان بيتمنى يتجوز واحدة شبهها. وفعلا حاول أكتر من مرة وهو شغال في تصليح الحنفيات إنه يقرب منها أو على الأقل يلمس شعر حتى، لكن مريم صدته، بس كانت بتعمل نفسها مش واخدة بالها لأنها مش هتقدر تضربه لوحدها. وهو كان بيعتذر لها كل مرة ويقول لها إنه ما كانش يقصد يقرب منها. وعدى اليوم عادي على مريم رغم إنها كانت متضايقة إن معتز مش موجود في البيت عشان يدافع عنها وسايبها مطمع للي حواليها. لكن اليوم ما عداش على خورشيد عادي، وفضل يفكر في مريم اليوم ده وفي الذهب اللي في إيديها، لدرجة إنه وقع بلسانه قدام نفيسة وحكى لها عن الست مريم. وهنا نفيسة صدمته برد فعلها لما عينيها زغللت بسبب كمية الذهب اللي قال خورشيد إن مريم لابساه. وبدل ما تتخانق معاه إن عينه جت على واحدة غيرها، طلبت منه يجيب لها ذهب هي كمان. بس الغريب إنها ما كانتش عايزاه يشتري لها الذهب، دي كانت عايزاه يسرق الذهب بتاع مريم. وقالت لها كمان إنها ممكن تساعده يخطط لكل حاجة بشرط إنها تاخد الذهب ليها هي، ويبقى يقدر هو يبيع باقي المجوهرات أو يغتصب مريم بعد كده براحته. وما كانوش يعرفوا إن الذهب اللي كانت لابساه مريم أقل بكتير من باقي الذهب والمجوهرات اللي عندها. بس برضه خورشيد ما كانش مصدق كلام نفيسة وهي قاعدة بتتكلم عن السرقة والخطط وكأنها مجرمة وعارفة كويس كل حاجة. وللأسف قرر يسمع كلامها وكبر الموضوع في دماغه، وبدأوا يخططوا لكل حاجة سوا. وفضل على مدار 6 شهور يراقب العمارة من بعيد، يشوف مريم بتنزل إمتى وبتروح فين بالظبط. وفي يوم قابل ابن خالته زكريا والمعروف بجحود قلبه. زكريا كان أكبر من خورشيد تقريباً ب2 بس دماغه كانت سم، وكل يوم بيتخانق مع واحدة شكل، ده غير إنه اتحاكم في قضيتين قبل كده بسبب حمله للسلاح الأبيض. وقال له خورشيد على موضوع الذهب والمجوهرات، وإن مريم لوحدها في الشقة ومحدش بيزورها كتير غير ناس بتيجي من البلد كل فين وفين.
واقترح عليهم يراقبوا العمارة لحد ما تنزل منها مريم، وبعدها ينطوا على الشقة ياخدوا الذهب، لأن أكيد مريم مش هتنزل لابساه كله، وبعدها يهربوا من البيت. وفعلا بعد أسبوع واحد راح خورشيد ومعاه زكريا عشان يسرقوا الشقة، وبمجرد ما نزلت مريم من الشقة طلع على طول الاتنين وخبطوا على الباب، ورد عليهم أنس من ورا الباب وخاف يفتح الباب لأنه ما يعرفهمش، فتعصب زكريا وكان هيكسر عليه الباب، بس خورشيد منعه وطلب منه يمشي بسرعة قبل ما حد من الجيران يسمعهم وتبقى فضيحة. وفعلا مشوا من هناك وهم متضايقين إن الخطة بتاعتهم فشلت، وقرروا ينفذوها وقت تاني. زكريا بقى هو اللي بيخطط لكل حاجة بنفسه، واتفق مع شاب كمان عشان يروح معاهم المرة اللي جاية مقابل إنه ياخد جزء من الذهب. وافتكر إن كل همهم كان سرقة الذهب وما كانوش ناويين على حاجة تانية. وفي اليوم ده لما رجعت مريم البيت وعرفت من أنس إن في حد خبط عليه، خافت إنه يكون حرامي، لأنه طلع بعد ما هي نزلت على طول، واتصلت بمعتز هزقته لأنه سايبهم في البيت لوحدهم، وطلبت منه يجي ياخد عياله لأنهم مش في أمان معاها. بس معتز وهو بيكلمها كان سكران وما كانش مركز في أي حاجة هي بتقولها. والغريب إنه كان موجود في مصر من يومين قبل المكالمة، لكنه ما فكرش يروح يزور عياله حتى، وكان مقضي حياته في الكباريهات ومع فتيات الليل. وبعد 3 أيام من المكالمة، وتحديداً يوم 13 أكتوبر سنة 1998، جت مكالمة غريبة من مريم لمحمد خورشيد بتطلب منه يرشح لها نقاش عشان عايزة تعدل الحاجات في الشقة. المكالمة دي رغم إنها غريبة كانت في وقتها جدا بالنسبة لخورشيد وزكريا، وفعلا قال لها خورشيد إنه هيعدي عليها في نفس اليوم وهيجيب لها معاه النقاش عشان يبص على الشقة. ومع إنها كانت متضايقة من خورشيد بسبب اللي حصل منه آخر مرة، لكنها كانت عاملة حسابها إن جوزها معتز جاي البيت وهيدافع عنها لو حصل حاجة. وفي اليوم ده راح خورشيد للشقة ومعاه زكريا، والشاب الثالث اللي كان واقف تحت العمارة نطرجي عشان يراقب الشارع لو في أي حد جاي ولا حاجة. ولما دخل خورشيد من زكريا الشقة، فضلت مريم تحكي لهم كل حاجة هي عايزة تعملها، لكن هم ما كانوش جايين يدهنوا لها الشقة، فمحدش ركز في اللي بتقوله، وكل اللي كان شاغل بالهم المجوهرات اللي هي لابساها، واللي لاحظ خورشيد إنهم أقل من المرة اللي فاتت. وأثناء ما كانوا بيتكلموا قالت لهم مريم إنها هتدخل تعمل لهم شاي، بس بمجرد ما دخلت المطبخ دخل وراها خورشيد وكتم نفسها بإيده وقال لها ما تتحركش، وهو مش هيأذيها، هياخد الذهب والمجوهرات ويمشي على طول. فقالت له مريم إنها مش هتصرخ ومش هتعمل أي حاجة، وهتسيبهم ياخدوا اللي هم عايزينه ويهربوا من غير ما تبلغ الشرطة. ولكن قبل ما خورشيد حتى يرد عليها، دخل زكريا المطبخ ومندفع وطعنها في بطنها وجنبها وطعنة تالتة قريبة من قلبها، ووقعت مريم على الأرض، وفضل زكريا كاتم نفسها لحد ما فرقت الحياة. وقبل ما يعملوا أي حاجة، خورشيد كان مصدوم من منظر الجثة، ولام على زكريا إنه قتلها لأنه ما كانش عايز يقتل حد، هم كانوا جايين يسرقوا بس. زكريا ما استكفاش لحد هنا، وبعد ما ماتت مريم قرر إنه يعمل حاجة بشعة جدا، يعمل علاقة معاها حتى بعد ما ماتت، وكأنه قرر يعمل كل الجرائم والذنوب اللي ممكن تتعمل في يوم واحد. وبعد ما خلص من عملته الشنيعة دي، نادى على الشاب الثالث اللي قدام العمارة عشان يطلع لهم، وطلب منه يشيل الذهب والمجوهرات اللي لابساهم مريم في إيديها ورقبتها. ودخل هو وخورشيد يدوروا على باقي المجوهرات، وبعد شوية ما كانوش لقوا باقي الذهب ولا حتى صندوق المجوهرات بتاعها. وصحي وقتها أنس من النوم واتصدم لما شاف الرجالة دول في الشقة، ولما سألهم عن أمه قالوا له إنها في المطبخ وجاية دلوقتي، وطلبوا منه يدخل يلعب في الأوضة مع أخته وما يعملش صوت لحد مامته ما تيجي. وأنس من براءته صدقهم وقرر يدخل الأوضة فعلا، ولكن صوت أخته ناني كان عالي بسبب إنها بتعيط وعايزة أمها. وهنا زكريا قرر يعلي على نفسه في الإجرام، طلب من خورشيد إنه يدور على باقي الذهب والمجوهرات، ودهل الأوضة على الطفلين، شال أنس وحبسه جوه الدولاب وقال له إنه لو سمع صوته هيزعله. وبعدها مسك ناني وفضل كاتم نفسها عشان تبطل عياط،
وبعدها طعنها بالمطوة عشان يخلص عليها. وفعلا البنت ماتت في لحظات. وفضل وقتها المجرمين يدوروا على أي حاجة في البيت، ولكن الذهب والمجوهرات ما كانش ليهم مكان في البيت، لحد ما لقوا مبلغ حوالي 11,000 جنيه في دولاب مريم، ودي كانت ثروة ضخمة ساعتها. فقرر الثلاثة ياخدوا الفلوس والذهب اللي كانت لابساه مريم ويمشوا على كده. ولكن زكريا وهو بيعبي الفلوس في جيوبه سمع صوت الطفل أنس وهو بيعيط في الدولاب، فقرر إنه يخلص عليه هو كمان، وراح فعلا للدولاب ودخلوا فتحوا. ولما خرج أنس من الدولاب حضن زكريا وقال إنه خايف جدا وعايز ماما، فقام مسكه من رقبته وحط إيده على بقه ولف إشارب على رقبة أنس وفضل يخنقه لحد ما فارق الحياة هو كمان. وهرب ال3 مجرمين من الشقة وسابوا وراهم 3 جثث، وعدى على الجثث يوم كامل من غير ما حد يسأل فيهم أو تطلع من الشقة أي ريحة غريبة بسبب الجثث والدم. وكل ده ومعتز ما فكرش إنه يروح يسأل في مراته وعياله، وبعت مرات أخوه يوسف تزورها وتديلها الفلوس اللي هي محتاجاها، لأن هند مرات يوسف كانت قريبة لمريم بسبب إنها قضت نص حياتها في القاهرة. ولما وصلت هند لشقة مريم فضلت تخبط ومفيش أي رد، فحست إن في حاجة غلط، خصوصاً لما عرفت من الجيران إن بقى لهم يومين محدش سامع صوت لمريم ولا حتى عيالها. فراحت بنفسها قدمت بلاغ للشرطة، وطلع معاها رجال الأمن على هناك. والصدمة لما فتحوا الشقة دم مريم كان مغرق الشقة كلها، وجثتها تقريباً اتصفت، ونفس الكلام بالنسبة لبنتها. أما أنس فكانت جثته مزرقة بسبب انقطاع الأكسجين عنها، وعروق رقبته كانت بارزة من مكانها، وعيونه مبرقة وباين عليه مشاعر الخوف. وتحولت وقتها الجثث للطب الفرعي لفحصها، وبدأ رجال الأمن يفحصوا مسرح الجريمة، وكان واضح جدا إنها جريمة مكتملة الأركان من غير ولا غلطة. وكانت جريمة صعبة بسبب إن مفيش أي آثار كسر أو اقتحام للشقة. وبالنسبة لرجال الأمن ما كانوش لسه يعرفوا مين المجرمين، فبدأوا يشكوا في أقرب الناس لمريم، والشك المبدئي كان لمعتز جوزها. معتز واللي المفروض إنه رجل أعمال محترم كان مسافر يوم الجريمة الصبح على حسب شهادة أهله عشان يزور مريم وعيالها، بس محدش شافه وهو داخل أو خارج من البيت. وفي التحقيقات اكتشفت الشرطة إن معتز يوم الجريمة نزل على القاهرة فعلا، لكنه بدل ما يروح لأسرته عشان يطمن عليهم راح لواحد من الكباريهات في مدينة نصر وقضى ليلته هناك مع بنت من اللي في الكباريه. وبعد ما خلص سهرته خدها وراح على شقة كان مأجرها هناك عشان يمارس فيها الرذيلة من غير ما حد يكتشف اللي بيعمله. وفضل قاعد مع البنت دي لحد ما الجريمة حصلت والشرطة وصلت للجثث كمان. وكان اللي حاصل رغم إنه صدمة لكل اللي حواليه، بس يعني ما اتصدمش بسبب إنه تحول لحيوان حرفياً من غير مشاعر، وكل اللي همه الكيف وسهرات الكباريه. وظهرت مفاجأة في التحقيقات ما كانتش معروفة قبل كده بالنسبة لأي حد، إن مريم بسبب إنها كانت ست طيبة الله يرحمها كانت فاكرة إن الفلوس كل حاجة بالنسبة لمعتز، فباعت كل الذهب والمجوهرات اللي في الصندوق وشوية من اللي كانت لابساهم، وكملت من فلوس أبوها لحد ما وصلتهم 11,000 جنيه عشان تديهم لمعتز وتقنعه يطلقها. وده اللي أثبته أبوها في التحقيقات لما قال إن بنته استلفت منه مبلغ كبير ما قالتلوش هي عايزاه في إيه. ويوم ما جات له عشان تستلف منه الفلوس كان باين عليها إنها حزينة ومكسورة، ويصادف إن ده نفس اليوم اللي اتصلت على معتز فيه واتخانقت معاه بسبب إنه سايبها وما بيسألش فيها. ولقى رجال الأمن فواتير المجوهرات اللي باعتها مريم مع هند مرات يوسف أخو معتز، واتضح إن هي كمان كانت عارفة إن مريم عايزة تتطلق من معتز لأنها ما بقتش قادرة تستحمل معايرة صحابها ليها إنه راجل خمرجي وبتاع كيسيه. وتم القبض ساعتها على معتز على أساس إنه المتهم في قتل مراته وعياله، ومحدش كان يعرف حاجة عن المجرمين الحقيقيين لحد ما وصل فحص البصمات للنيابة.
والبصمات اللي كانت ظاهرة على الجثث هي بصمات زكريا، وقدرت الشرطة تتعرف على شخصيته عن طريق القضية اللي اتسجن بسببها قبل كده. ولحد الوقت ده كان زكريا عايش بين الناس عادي ولا كأنه ارتكب جرائم في حياته، لكن بعد ما خد الفلوس والذهب طمع فيهم لوحده وقال لخرشد والشاب الثالث إنه هيخلي الحاجة معاه لحد تاني يوم، وإنه عارف شخص هياخد منهم الذهب من غير فواتير. وفعلا وثقوا فيهم الاتنين وقرروا يسيبوا له الذهب والفلوس. ولما راح لخرشد تاني يوم البيت عشان يصحيه ويشوف يعملوا إيه، اكتشف إنه مش موجود هناك، وكان زكريا ساعتها في أوضة فوق السطوح. وعرف خرشد من الراجل اللي مأجر لزكريا الأوضة إنه دفع كل الإيجار المتأخر عليه ولم شنطته ومشي، بس ما قالوش هو مسافر فين. هنا خرشد كان هيتجنن لأنه دمر حياته عشان خاطر الفلوس والذهب، وفي الآخر اتضحك عليه من ابن خالته. ورجع خرشد لنفيسة مراته مصدوم وحكى لها عن اللي حصل، وقال لها إن كل اللي بيحلموا بيه ضاع خلاص. ففضحته نفيسة في وسط الشارع واتخانقت معاه بعلو صوتها لدرجة إن كل جيرانهم سمعوهم، وهي بتقول إنه قتل الباشمهندسة وعيالها وفي الآخر ما استفادوش حاجة من الذهب. فضربها خرشد لأول مرة في حياته وطلقها بالثلاثة، وبعدها هرب من البيت. وساعتها اعترفت نفيسة قدام جيرانها إن جوزها هو اللي قتل الباشمهندسة مريم وسرقها. وفعلا بعد كام ساعة بس راحت بلغت عن جوزها في الاسم، وقالت للشرطة اسمه واسم ابن خالته، بس ما كانتش تعرف مين الشاب الثالث اللي كان معاهم. وبمجرد ما وصلت الشرطة للمعلومات دي وقدروا يحددوا صور خورشيد وزكريا، بدأت عمليات البحث عنهم في مصر كلها لحد ما اتقبض على زكريا، واللي كان عايش في شقة إيجار جديد في اسكندرية. واللي كشف زكريا بسهولة إنه ما كانش لايق عليه الفلوس اللي معاه، ووشه كان عليه جروح كتير من الخناقات اللي كان بيعملها، لكنه بمجرد ما مسك الفلوس بدأ يجيب لبس غالي، وكان حرفيا ماشي بيصرف الفلوس يمين وشمال. وده اللي خلى صاحب الشقة اللي مأجرها زكريا يقدم فيه بلاغ للشرطة إنه شاكك إن زكريا حرامي، وما كانش يعرف إنه حرامي وقاتل. أما خورشيد فاتقبض عليه وهو في طريقه للزقازيق، ولحد النهاردة محدش يعرف خورشيد كان رايح اليوم ده الزقازيق ليه أو يقابل مين هناك. وفي التحقيق اعترف المجرمين إن محدش منهم على معرفة بمعتز أو مراته، وإن خورشيد أول مرة يشوف مريم ساعة ما صلح لها سباكة البيت، وقال إن مراته نفيسة هي السبب، وإن هي اللي شجعته على السرقة من الأول، وعلى الرغم من إنها صاحبة الخطة الأولى وأول خيط في بداية الجريمة. وحكى خورشيد للشرطة كل تفاصيل الجريمة بالظبط، وإنها كانت محاولتهم التانية للسرقة، وبدأ يحكي تفاصيل قتل زكريا لمريم والعيال الصغيرة، وقال إنهم ما كانوش عايزين يقتلوا حد، وكان كل هدفهم سرقة الذهب، وبعدها كانوا هيهربوا من المكان على طول، ولكن لأنهم ما لقوش باقي الذهب ارتكبوا الجرائم دي كلها. وحاول خورشيد في البداية يطلع نفسه من الجريمة ويرميها على زكريا لأنه هو اللي خد الفلوس والذهب، وتحول معتز وقتها بطلب من أبوه لمصحة لعلاج الإدمان في مصر. وكان باين على أبوه إنه ندمان إنه وافق على الجوازة من الأول، لأنه كان فاكر إن مريم مش هتنفع ابنه، وما كانش يعرف إن العيب في معتز مش فيها. وتم حبس المجرمين زكريا وخورشيد ونفيسة، ولحد النهاردة محدش يعرف مين الشاب الثالث اللي كان واقف تحت العمارة. وزكريا وخورشيد رفضوا يقولوا هو مين، وما كانش ليه أي بصمات في الشقة. وفي بعض التكهنات إن الشخص الثالث هو أخو زكريا الصغير، واللي كان بيدرس وقتها في كلية التجارة، بس ما كانش فيه أي أدلة عليه وما اتقبضش عليه ولا مرة في القضية دي. وبعد مرور حوالي 1 و8 شهور على الجريمة تم إعدام خورشيد وزكريا، ونفيسة اتحبست بتهمة تستر على جوزها المجرم وتحريضه على ارتكاب جريمة بالبشاعة دي. ربنا يرحم مريم وأطفالهم ويسكنهم فسيح جناته. ودي كانت حكايتنا النهاردة، ونهاية الكلام سلام. حكايتنا الرهيبة النهاردة حكاية شيطانة اسمها نورة، واللي كانت عبارة عن شيطان حقيقي. أنا عارف إنكم سمعتوا كتير عن قصص الغدر والخيانة، لكن حكاية نورة دي
مختلفة تماماً عن كل اللي سمعتوا عنهم قبل كده. تعالوا نبدأ قصتنا بالصلاة والسلام على رسول الله. بس قبل ما نبدأ، مش لازم أفكركم إنكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتدعمونا بلايك والشير لو عجبتكم حكايتنا النهاردة. سنة 2017 حكايتنا بتبدأ بمصطفى. ومصطفى شاب مكافح وعايش مع أهله في منطقة أبو رواش في الجيزة. أهله ناس جدعان جدا، وعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يصرفوا عليه وعلى إخواته ويربوهم أحسن تربية. ومصطفى بعد ما خلص تعليمه وخد دبلوم الصنايع، أبوه اشتراله ميكروباص علشان يشتغل عليه ويبقى ملكه الخاص، ومن خلاله يساعد والده في مصاريف البيت. علاقة مصطفى بأهله كانت كويسة جدا، وكان بيثق فيهم جدا في كل اختياراتهم حتى في حياته الشخصية. ولما وصل لسن 26 سنة بدأ يفكر في خطوة الجواز، وده طبعا بعد ما والدته كانت دايما بتطلب منه إنه يعمل كده. وبرغم إن مصطفى كان رافض فكرة الجواز تماما، لكن غير رأيه خالص أول ما شاف بنت جميلة ماشية في المنطقة بتاعتهم وهو ما يعرفهاش، فسأل عليها وعرف عنوان بيتهم. ولأن عادات المناطق الشعبية ما ينفعش شاب يدخل على بنت يكلمها على طول، فمصطفى طلب من أهله إن هم اللي يتدخلوا ويوصلوا لأهل البنت دي. ولما وصف البنت دي لوالدته وقال لها ساكنة فين بالظبط، والدته على طول عرفتها، وعرفت كمان إنهم قرايبها بس من صلة قرابة بعيدة. البنت دي اسمها نورهان، لكن كل الناس بيقولوا لها يا نورة. عندها 18 سنة وفعليا جميلة جدا، وكل الناس في المنطقة كانوا فعلا بيوصفوها إنها ملاك. مصطفى وعيلته راحوا على بيت نورة علشان يطلبوها للجواز، وفي نفس القعدة أهلها يوافقوا وهي كمان توافق بشكل طبيعي، وكل حاجة ليها علاقة باتفاقيات الجواز تخلص في نفس القعدة. واتفقوا إن مدة الخطوبة هتكون قليلة جدا، مش هتتعدي ال6 شهور. وده لأن شقة مصطفى فعليا جاهزة، لأنها في نفس بيت أهله اللي والده بنيه في نفس المنطقة اللي عايشين فيها. شقة مصطفى في الدور الثاني، ووالده ووالدته في الدور الأول. وخلال فترة الخطوبة كان التعامل باين إنه طبيعي جدا، لكن والدة مصطفى قلبها ما كانش مرتاح، فراحت بمنتهى الاحترام وقعدت مع نورة بشكل شخصي وقالت لها لو انت مش مرتاحة للجوازة دي أنا ممكن أخلص كل حاجة بدون إحراج لأي حد من العيلة. لكن نورة ردت عليها وقالت لها إنها مبسوطة جدا بالجوازة دي، وإنها شايفة إن مصطفى راجل قد المسؤولية وحاسة إنها هتكون سعيدة معاه. لحد هنا الموضوع ماشي بمنتهى الاحترام، ونورة في اللحظة دي كان ممكن تقول أي حاجة جواها، تحديداً إنه كان فاضل على أهل الفرح أقل من 2 شهر، وبعد مرور 7 شهور من الخطوبة يعملوا الفرح ويتجوزوا، وتتنقل نورة على بيت جوزها اللي موجود في نفس بيت عيلته مع والده ووالدته. وفي أول يوم ليهم مصطفى يحس إن نورة مش طبيعية وإنها متوترة زيادة عن اللزوم، فقال ساعتها إن ده طبيعي وإن لسه قدامهم العمر طويل، وتاني يوم الحالة تبقى أهدى شوية ويتعاملوا زي أي 2 متجوزين. وفي الحقيقة دي آخر مرة مصطفى هيلمس فيها نورة. ورابع يوم جواز مصطفى يلاحظ إن تصرفات نورة بقت غريبة جدا، كانت بتعمل مشكلة معاه بسبب وبدون سبب، ومصطفى فعليا ما كانش فاهم هو إيه اللي مخليها تعمل كده. وفي اليوم الخامس يتصدم مصطفى لما يلاقيها لمت كل هدومها والميك اب بتاعها ودخلت على أوضة تانية كانت مخصصة للأطفال وقفلت على نفسها الباب، وقررت إنها هتعيش وتنام في الأوضة دي. مصطفى حاول يتكلم معاها ويحاول يفهم هو في إيه حصل علشان كل ده، وفي نفس الوقت ما كانش عايز يبين لأي حد إن في حاجة غريبة زي دي بتحصل، وتحديداً لأهله. بس والدة مصطفى كانت حاسة بيه جداً، وكانت حاسة إنه مش مبسوط في جوازته، برغم إن كل اللي مر 5 أيام
لحد ما يتفاجئوا إن مصطفى بيلبس هدومه ونازل علشان يشتغل على عربيته الخاصة، وكأنه متجوز بقاله شهر، وينزل يشتغل طول اليوم ويرجع على آخر اليوم تعبان وهلكان وينام. وبعد ما يمر أسبوعين على الجوازة، أهل مصطفى مرة واحدة يسمعوا خناقة بصوت عالي بين مصطفى وبين نورة، فيطلعوا علشان يطمنوا عليهم. فيكتشف في اللحظة دي إن نورة لمت كل حاجاتها وقاعدة في أوضة تانية وقافلة عليها الباب. فللمرة التانية والدة مصطفى تقعد مع نورة وتكرر لها نفس الكلام: لو انت مش مبسوطة مع ابني أنا هخلصك من الجوازة بمنتهى الاحترام. غريبة إن نورة ردت نفس الرد، إنها بس متوترة، لكن مفيش أي مشكلة مع مصطفى، والدنيا تهدى بينهم شوية. ومصطفى زي ما هو بينزل الشغل الصبح ويرجع بالليل تحضر له العشاء، وبعدين يدخل ينام وهي تدخل الأوضة التانية وتقفل على نفسها الباب. نفس السيناريو اللي كان بيحصل يتكرر تاني لحد ما يمر شهر كامل على الجوازة ويكتشفوا مرة واحدة إن نورة حامل. مصطفى استغرب جدا الخبر ده. صحيح هو خبر يفرح أي حد، لكن مصطفى عارف إنه ما لمسش نورة غير مرة واحدة في أول الجواز، لكن ما جاش على باله لحظة إن في أي حاجة غلط ممكن تكون موجودة. ويلاقي بعدها نورة داخلة عليه بتطلب منه إنها تعمل عملية إجهاض، وإنهم لازم يتخلصوا من المولود ده، لأنها مش مطمنة للجواز وحاسة إنها متوترة فخايفة تجيب طفل ويرجع يتظلم بينهم. مصطفى يبلغ والدته بالكلام اللي قالته نورة، فوالدته تقول له خلاص لازم تعمل كده، لأنه فعلا لو البنت مش مرتاحة وإن الجوازة ممكن تكون مش مستقرة بلاش يجيبوا أطفال ويظلموهم معاهم، ويعملوا عملية الإجهاض. وبعد العملية تروح على بيت أهلها، ووالدة مصطفى تقعد معاها لثالث مرة وتقول لها نفس الكلام: لو انت مش عايزة الجوازة أنا هخلصك منها على طول. غريبة إن نورة ردت نفس الرد، إنها بس متوترة، لكن مفيش أي مشكلة مع مصطفى. وتقعد في بيت أهلها لمدة 15 يوم، يعني إجمالي مدة جواز مصطفى لحد دلوقتي 45 يوم، ما شافش فيهم يوم واحد حلو. وبعد ما قعدت 15 يوم كلمت مصطفى علشان يجي ياخدها من بيت أهلها وترجع على بيتهم تاني، لأن البيت وحشها جدا. لكن مصطفى استغرب، أول ما يدخلوا البيت تعمل نفس السيناريو تاني برضه، تدخل الأوضة التانية وتقفل على نفسها طول الليل، ومصطفى نايم لوحده في الأوضة تعبان من الشغل طول اليوم. وبدأت تظهر حاجات غريبة، زي مثلا إن مصطفى يشرب عصير وينزل الشغل بتاعه، ففجأة يجيله ألم جامد جدا في بطنه، وأصحابه ياخدوه على المستشفى ويعملوا له غسيل معدة. ومرة تانية يكتشف إن العربية اللي هو سايقها ما فيهاش فرامل، ويكتشف بعدها إن في حد متعمد يفضي الزيت بتاع الفرامل. ومرة تالتة يكتشف إن زيت الموتور فاضي، فلما ينزل تحت العربية يلاقي حد فاكك الطبة بتاعة الزيت. الكلام ده كان بيحصل خلال أسبوعين من ساعة ما نورة رجعت تاني على البيت. ومصطفى كان مستغرب جدا اللي بيحصل ده، لأنهم لسه عاملين صيانة للعربية من وقت قريب جدا. وبعد يومين والد مصطفى وهو واقف في البلكونة الصبح بدري يلاحظ إن في شاب غريب عن المنطقة بيقرب على العربية بتاعة مصطفى، وأول ما الشاب ياخد باله إن والد مصطفى شافه يجري ويختفي على طول. ووالده لما ينزل ويقعد يدور عليه ما يلاقيش ليه أي أثر. وساعتها والد مصطفى يقول بلاش يدخل دماغه في أوهام مش حقيقية. ويمر أسبوعين كمان، يعني 80 يوم بالظبط من تاريخ الجوازة. مصطفى ينزل بشكل طبيعي الصبح على شغله ويقضي اليوم كله في الشغل، ويرجع الساعة 7 بالليل ويتغدوا كلهم مع بعض. وبعد كده مصطفى ياخد نورة ويطلعوا شقتهم ويقفلوا على نفسهم الباب. والساعة 11 بالليل والدة مصطفى تفتكر إنها كانت عايزة حاجة منه، فتطلع علشان تخبط عليهم وتتكلم معاه، بس تلاحظ إن فيه هدوء جامد جدا، وتخبط على الباب ومفيش أي صوت طالع من جوه، لحد ما تسمع صوت نورة وهي بتقول لها إنها هتفتح الباب دلوقتي. ففتحت الباب وقالت لها إن مصطفى نام بدري لأنه تعبان جدا من الشغل. بس الغريبة إن والدة مصطفى شافتها وهي بتقفل على مصطفى الباب، وده أول ما فتحت باب الشقة لوالدته.
وبعدها نورة تعرض عليها كوباية عصير، لكن والدة مصطفى ترفض، وبعد ما تخلص تنزل على شقتها بس قلبها مش مطمن. وعلى الساعة 2 بالليل والد ووالدة مصطفى يسمعوا صوت جامد جدا طالع من شقة ابنهم، وكأن في حاجة بتقع على الأرض، لكن بعد ثواني الصوت يختفي تماما. فيناموا ويصحوا الساعة 8 الصبح، وده ميعاد بدري جدا عن ميعادهم الطبيعي. واضح إنهم كانوا نايمين وعندهم قلق. يفتحوا باب شقتهم ويلاحظوا إن باب شقة ابنهم مفتوح، ويبصوا في الشارع يلاقوا الميكروباص بتاعه واقف، يعني مفيش حد خرج من الشقة. فيقلقوا، طب مين اللي ساب الباب مفتوح؟ فوالد مصطفى يطلع علشان يطمن عليهم، وأول ما دخل الشقة قعد ينده على نورة وعلى مصطفى، لكن مفيش حد بيرد عليه. ولاحظ كمان إن الشقة كلها متبهدلة، ودي كانت حاجة غريبة جدا. وبعدها يدخل على ابنه في الأوضة فيلاقيه نايم على السرير ومتغطي، فيشيل الغطا من على ابنه ويلاقي إن وشه كله دم وفيه سوائل غريبة طالعة من بقه. فيصوت ويتصل بسرعة بدكتور الصحة. في نفس الوقت دكتور الصحة أول ما يوصل ويشوف مصطفى يقول لهم دي جريمة قتل، وإن مصطفى اتعرض للتسمم. وقعدوا يدوروا على نورة بس ملهاش وجود، فاتصلوا بيها فقالت لهم إنها نزلت الصبح بدري وراحت على السوق، وبعد كده طلعت على بيت أهلها، وكانت سايبة مصطفى نايم والوضع طبيعي جدا. فيبلغوها إن مصطفى جوزها مات، فترجع بسرعة على البيت وهي في حالة انهيار. وفي نفس الوقت يبلغوا رجال الأمن علشان خلال وقت قليل يوصلوا ومعاهم فريق من البحث الجنائي ويشوفوا مسرح الجريمة. والمعاينة المبدئية من منظر بهدلة الشقة إنها عملية سرقة، وإن الحرامية لما مصطفى شافهم ضربوه وقتلوه. لكن رجال الأمن من أول ما شافوا نورة ما كانوش مطمنين ليها خالص، ويتم نقل الجثة للطب الشرعي. خلال الوقت ده رجال المعمل الجنائي كانوا بيرفعوا البصمات من جوه الشقة، فيلاحظ وجود بصمة غريبة غير بصمة نورة وبصمة مصطفى. ده غير إن بعد ما الفحص خلص اكتشفوا إن مفيش ولا حاجة اتسرقت، وإن اللي موجود ده مجرد بهدلة في المكان، وكأن اللي عمل كده قاصد يوصل فكرة معينة للناس ولرجال الأمن، ويوصل تقرير الطب الشرعي واللي بيقول إن مصطفى واخد كمية كبيرة من المنوم. ده غير إنه واخد مبيد حشري، ده غير إنه تعرض لضربة من آلة حادة في الوجه وعدد كبير من الكدمات في أجزاء متفرقة من الجسم. ويسمع رجال الأمن شهادة والد ووالدة مصطفى وكمان شهادة نورة، وبعد ما يخلصوا يمشوا. لكن بعد ساعات يتفاجئ أهل مصطفى برجال الأمن راجعين تاني وبيقبضوا على نورة، وبيواجهوها بعدد كبير من الأدلة معاهم إن هي اللي قتلت مصطفى، علشان تعترف بكل حاجة وتقول إنها فعلا اللي قتلته. بس مش لوحدها، معاها واحد تاني اسمه عمرو عنده 22 سنة. كانوا مرتبطين ببعض من فترة طويلة قبل الجواز، وعرف إن نورة اتجوزت مصطفى تحت ضغط من والدها، لأن عمرو اللي كانت مرتبطة بيه لما تقدم لها أكتر من مرة والدها رفض، وده لأنه كان شايفه شاب صايع ومش نافع في أي حاجة. إنما كانت نورة ليها رأي تاني، وكل اللي هنسمعه في اعترافات نورة دلوقتي صعب جدا. نورة بعد جوازها من مصطفى بيوم واحد بس كل اللي كانت بتفكر فيه هتشوف عمرو ازاي. فأول حاجة جت على بالها إنها هتختلق أي مشكلة مع مصطفى علشان تاخد حاجاتها وتنقلها في أوضة تانية وتقفل عليها، بس بشرط إن الأوضة دي يكون فيها شباك علشان لما تقفل على نفسها الباب عمرو يقدر يجيلها من الشباك. وفي نفس التوقيت كانت بتحط منوم كل يوم لمصطفى بالليل في العشاء بتاعه بعد ما يرجع من الشغل، وبعد ما ينام تدخل الأوضة وتتحط ميك اب وتتحضر وتتجهز وهي قافلة على نفسها الباب. عمرو يجيلها ويقضوا اليوم مع بعض عادي، وبعدها عمرو يمشي الساعة 6 الصبح قبل ما والدة مصطفى ووالد مصطفى يصحوا. عمرك شفت في حياتك فجر أكتر من كده؟ ولما كانت والدة مصطفى بتقول لنورة على الطلاق كانت نورة عايزة توافق، لكن ضغط والدها كان بيخليها خايفة تقول كده. ففكرت هي وعمرو إزاي يتخلصوا من مصطفى علشان يتجوزوا. فأول فكرة جت على بالها إنه عمرو يبوظ عربية مصطفى وإنه يعمل حادثة علشان تبقى وفاته قضاء وقدر، مرة عن طريق الفرامل اللي في العربية ومرة عن طريق السم اللي كانت حطه له في العصير. فيطلع عمرو هو اللي كان بيعمل كل ده، وهو نفس الشاب اللي والد مصطفى شافه ونزل يجري عليه علشان يلحقه. وفي يوم الجريمة كانت الخطة كالتالي: إنها هتحط منوم عادي لمصطفى بس هتحط معاه مبيد حشري، وإن عمرو هيجيلها عادي في ميعاده الطبيعي. ولما والدة مصطفى طلعت بالليل بالصدفة كان عمرو موجود في الشقة، وكان ساعتها مصطفى واخد المنوم وواخد السم. وبعد ما حطوا له المنوم والسم كانوا هيبهدلوا الشقة وينزلوا هما الاتنين 6 الصبح،
لكن اللي حصل كان عكس كده. مصطفى بسبب المبيد الحشري والمنوم اللي خده حس بألم جامد في بطنه بالليل، فقام علشان يدخل الحمام. وهو خارج شاف أصعب منظر ممكن راجل يشوفه في حياته. شاف نورة في علاقة قذرة مع عمرو، فأول ما نورة شافته ضربته بمفتاح الأنبوبة الحديد على وشه، وبعدها عمرو قام عليه وقعد يضرب فيه لحد ما وقع على الأرض. وبسبب كمية المنوم اللي كان واخدها كان مصطفى فاقد السيطرة على نفسه تماما، والصوت اللي سمعوه ولد ووالدة مصطفى بالليل إن في حاجة بتقع على الأرض كان ساعتها ابنهم اللي بيقع. وخلال دقايق كان مصطفى مات، وبعدها عمرو ونورة يقضوا الليلة طبيعي زي كل يوم، ويبهدلوا الشقة زي ما هم متفقين، وينزلوا مع بعض الساعة 6 الصبح وكأنها راحت على السوق. طبعا مفيش ولا حد من عيلة نورة أو من عيلة مصطفى مصدقين اللي القذرة دي عملته، وبعد ما التحقيقات ما خلصت يتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام. ربنا يرحم، وبصراحة ده أقل جزاء ممكن ياخدوه. مصطفى اللي ملوش أي ذنب، فأب رفض إنه يجوز بنته لواحد ضايع وصايع، وأصر إنها تتجوز شخص هي أصلا مش عايزاه، وده طبعا بعيد عن إنها أصلا قذرة، وعمرو أقذر منها إنه يقبل إنه يعمل العلاقة مع واحدة متجوزة حتى لو كان بيحبها، وإنه يقبل على نفسه إنه يدخل من الشباك زي الحرامية. عاش معاها في السر وما يعرفش أي حاجة عن الرجولة، وفي الآخر اتعدم معاها. ما تنسوش تقولوا لنا القصة عجبتكم أو لأ، ونهاية الكلام سلام. تخيل اكتشاف عظمة بالصدفة كانت السبب الرئيسي في كشف أهم قضية في تاريخ مصر، ورغم إن عدى عليها أكتر من 100 سنة لكن لحد النهاردة حواليها شكوك. النهاردة هنحكي قصة ريا وسكينة، بس القصة اللي هنقولها مليانة تفاصيل تعرض ليكم لأول مرة على الإطلاق، وإحنا هنعتمد في روايتنا دي على مذكرات سيدني سميث للكاتب الصحفي مصطفى عبيد، وكتاب رجال ريا وسكينة للكاتب الكبير صلاح عيسى. تعالوا نرجع 105 سنة لورا، وتحديداً 1920. مجموعة عمال كانوا بيحفروا لتصليح مواسير الصرف الصحي، وده في واحدة من المناطق السكنية في محافظة الإسكندرية. وأثناء الحفر ده يحصل كسر في ماسورة كبيرة من مواسير الصرف الصحي، وفي محاولة تصليحها يلاقي واحد من العمال عظمة ويبلغ عنها للشرطة، وبدور الشرطة تبعت العظمة دي لمصلحة الطب الشرعي في القاهرة، تحديداً لدكتور سيدني سميث، علشان يقرر هي العظمة دي لحيوان ولا لإنسان. والصادم أول ما فحصها دكتور سيدني قدر يحدد إنها عظمة بشرية. وقتها رجال الأمن قررت إنها تعمل عملية تنقيب كبيرة في المناطق المجاورة للمكان اللي لقوا فيه العظمة، وفعلاً لقوا أجزاء باقية وكتيرة لهياكل عظمية بشرية. ولما كثف رجال الأمن البحث أكتر لقوا إن بقايا العظم جاية من صرف صحي لواحد من البيوت المجاورة لماسورة الصرف العمومية. فاستدعى رجال الأمن دكتور سيدني سميث علشان يتابع ويعاين معاهم البيت بنفسه. البيت كان بسيط جداً، الحوائط شكلها قديم ومتهالك والبلاط متشال من الأرض، فدكتور سيدني يؤمر بأنهم يحفروا ويطلعوا أي هياكل عظمية مدفونة. وأول هيكل عظمي لقوه كان مدفون تحت الأرض بعمق مش كبير، وكان لبنت شابة، ومن حالة الجثة كان واضح إنها مش مدفونة من وقت طويل. وبعد فحص أول جثة تبين إن سبب الوفاة الخنق بالإيد. وخلال عملية التنقيب اكتشف رجال الأمن 7 جثث مرصوصين جنب بعض كأنها مقبرة جماعية. وبعد اكتشاف أول 7 جثث يكتشف رجال الأمن إن في 7 جثث تانيين مدفونين تحتهم مرصوصين بنفس الشكل. المنظر مرهب جدا ومخيف، ومحدش مصدق إزاي بيت عادي في منطقة سكنية زحمة طول الوقت زي دي يكون جواه عدد الجثث دي. إزاي حصلت كل الجرائم دي؟ وحصلت إمتى؟ والسؤال الأهم، إزاي مفيش ولا واحد من الجيران أو من الناس اللي ماشيين في الشارع شك إن في حاجة غريبة في البيت ده؟ وفي نفس الوقت إزاي مفيش أي بلاغات تغيب كانت ممكن تساعد رجال الأمن في كشف القضية دي من بدري؟ وإن لولا التسريب اللي حصل في مواسير الصرف العمومي ما كانش أي حد هيكتشف القضية دي. وتم إرسال 14 جثة لمصلحة الطب الشرعي، وبدأ دكتور سيدني يفحص جثة جثة علشان يحاول يوصل لأي خيط يفيد أكتر قضية غامضة عدت عليه من أول ما وصل على مصر. وخلال الفحص قدر دكتور سيدني يحدد زمن الوفاة لكل جثة في مدد متفاوتة بين الجثث، لكن أقدم جثة اتدفنت من 2 سنين تقريباً.
وكل الجثث لسيدات، وكلهم ماتوا بنفس الطريقة عن طريق الخنق بالإيد، وده اتأكد منه من العلامات اللي واضحة على رقبة كل جثة. وأعمار الجثث تتراوح ما بين 18 و 35 سنة تقريبا، وكل الجثث عليها آثار الختان، ودي كانت عادة وقتها عند المسلمين بس. فقدر من خلال الآثار دي يحدد هوية الجثث الدينية إنهم كلهم ستات مسلمات، وده شيء هيساعد رجال الأمن في التحقيق. واللي يلفت انتباه دكتور سيدني سميث أكتر إن بعض الجثث كان واضح من نظام الحوض إنها أنجبت مرة أو 2، لكن كل الجثث كانت محتفظة بشعل العانة، وده كان معروف وقتها في مصر إن السيدات اللي بتشتغل في مجال الدعارة هي اللي بتعمل كده، وده كان خيط مهم جدا في القضية. ومن خلال مراجعة ملفات النساء المسجلة في سجلات الدعارة أو العاهرات، قدر رجال الأمن تحديد هوية الجثث، والإجراء ده تم بسهولة لأن الدعارة في مصر في الوقت ده كانت مرخصة. وهنا كان تفسير مهم إن ليه مفيش أي بلاغات تغيب، وده لأن الأهالي كانت بتتبرى من بناتهم اللي بيمشوا في طريق الدعارة. وفي خلال وقت قليل جدا قدر رجال الأمن يتعرفوا على كل الجثث، وبعد تكثيف التحريات قدروا يتوصلوا لسكان البيت، أختين اسمهم ريا علي همام وسكينة علي همام، وتم القبض عليهم وعلى أزواجهم علشان تبدأ التحريات في أهم وأكبر قضية في تاريخ مصر. خلينا نتعرف على المتهمتين الرئيسيتين في القضية دي. أولاً ريا على همام، اتولدت سنة 1875، وسكينة علي همام اتولدت بعدها بحوالي 10 سنين. أصولهم من الصعيد، لكن مش معروف منين بالظبط، بس بعض الروايات بتقول إنهم من أسوان. وبعد وفاة والدهم قررت والدتهم إنهم يروحوا يعيشوا معاها في بلدها كفر الزيات، وهناك وحسب العادات والتقاليد اتجوزت ريا في سن صغير، لكن جوزها توفى بعد ما خلفت منه طفل واحد بس. وبرضه حسب عادات وتقاليد الصعيد غصبوها إنها تتجوز أخو جوزها اللي هو عم ابنها حسب الله، اللي كان أصغر منها بحوالي 7 سنين. ويشاء القدر إن ابنها اللي بسببه اتجوزت حسب الله يتوفى، لكن بعدها خلفت من حسب الله ده 5 أطفال، لكن كلهم اتوفوا ما عدا طفلة واحدة بس اسمها بديعة. ولأن ريا كانت بتحب حسب الله جدا ومش عايزة تتطلق منه، فقررت إن هي اللي تصرف عليه علشان بس يفضل معاها وما يطلقهاش أو يتجوز عليها، لأن زي ما قلنا هو أصغر منها. فقررت إن هي اللي تتولى الصرف عليه هو وبنته. وفي البداية قبل ما ينقلوا حياتهم على اسكندرية ويستقروا فيها، كانوا بيشتغلوا جوه كفر الزيات في حلق القطن، وريا أحياناً كانت بتساعد والدتها في نصباية الشاي اللي كانت بتشتغل فيها، أو أحياناً كانت بتبيع خضار في الشارع. أما سكينة فقررت إنها تشتغل من البداية في الدعارة، وكانت مدمنة للخمرة جداً لدرجة إنها كانت بتوصل للسكر، ووصل معاها الموضوع إنها كانت بترهن هدومها علشان تقدر توفر فلوس الخمرة، وكانت شايفة إن أحسن طريقة تجيب بيها فلوس هي الدعارة. ووقتها الدعارة في مصر كانت مرخصة زي ما قلنا في البداية، وكان بيتعمل كشف طبي للستات اللي بتشتغل في المجال ده، وده علشان يوافقوا عليهم ويتسجلوا في الأوراق الرسمية ويدفعوا الضرائب. وفي يوم واحدة ست كان عندها بيت دعارة كبير في طنطا شافت سكينة وأعجبت بيها جدا، فبلغت سكينة إنها تيجي وتشتغل معاها، والست دي ضمتها بعد كده للبنات اللي شغالين عندها في بيت الدعارة. وفي يوم تعبت سكينة ودخلت المستشفى، وهناك اتعرفت على التمرجي أحمد رجب، وحصل بينهم قصة حب، وقرروا يهربوا مع بعض واتجوزوا في اسكندرية وعاشوا هناك عيشة مستقرة. لكن ريا وحسب الله كانوا لسه في كفر الزيات، وكان وقتها حسب الله ساب موضوع حلق القطن واشتغل في السرقة، واتقبض عليه وهو متلبس بالسرقة واتحبس لمدة 6 شهور. ولما طلع من السجن قرر يكمل السرقة، فكان بيسرق المحلات الصغيرة والدكاكين بمساعدة أبو العالة أخو ريا، واللي لبسوه ريا في قضية بدلعم، واتحبست مكانهم لمدة 3 شهور. ووقتها هرب جوزها وأخوها على هناك، ولما خرجت ريا من السجن سافرت لهم على هناك. وفي الوقت ده قامت الحرب العالمية الأولى، وحصل كساد اقتصادي في العالم،
وبدأت البطالة تزيد في مصر، وبرضه الجرايم وأعمال النهب والسرقة تزيد معاها. وهنا قررت سكينة إنها ترجع تشتغل في الدعارة تاني، برغم إنها كانت واخدة قرار إنها مش هتشتغل في المجال ده تاني. لكن رجوعها المرة دي كان بسبب إن جوزها أحمد رجب مش لاقي شغل، وحالتهم المادية كانت عمالة تسوق. وعاشوا كلهم فترة في بيت سكينة اللي كانت بتصرف على جوزها وأختها وجوز أختها وأخوها من فلوس الدعارة. وأحمد رجب جوز سكينة لما شاف الوضع ده الرجولة خدته، وقرر إنه يتطوع في السلطة. ومعنى التطوع في السلطة وقتها إنه هيشتغل في السخرة لحساب الضباط الإنجليز اللي كانوا عايزين يوفروا مجهود جنودهم، فكانوا بيسخروا المصريين يشتغلوا عندهم كعمال، يشيلوا طوب وزلط وينشروا حديد ويرصفوا الطريق. وسافر أحمد رجب وغاب سنين، وسكينة ساعتها افتكرت إن جوزها مات، فما ضيعتش وقت وتعرفت على راجل اسمه محمد سداد، وده كان مرتاح ماديا جدا وكان بيصرف عليها. لكن لما قابلت عبد العال وقعت في غرامه من أول نظرة، وقررت تعيش معاه بدون جواز، واللي كان برضو أصغر منها بسنين. وبرضو علشان يوافق يعيش معاها كانت هي اللي بتصرف عليه. سكينة كانت حنينة، وفي يوم من الأيام قرروا هم الأربعة، ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال، فتح بيت دعارة. وريا هي اللي هتديره، لأن كان عندها قدرة غير عادية في جذب الستات والتعرف عليهم. وحالة مصر الاقتصادية وقتها كانت صعبة جدا، وده كان طبيعي بعد الحرب العالمية الأولى، لدرجة إن كان في ستات كتيرة بدأت تدخل في مجال الدعارة، وده بسبب إن أزواجهم سابوهم وتطوعوا في السلطة، وغابوا سنين من غير ما يعرفوا هم فين وعايشين ولا لأ. وريا وسكينة فضلوا يتنقلوا من بيت لبيت، لأن كل ما كانوا بيفتحوا بيت دعارة كانت الحكومة بتقفلها ليهم، وده علشان ما كانش معاهم تصاريح، وده لأن حسب الله وريا كانوا مسجونين قبل كده وعليهم جنحة، فكان ممنوع ليهم أي تصريح. ولما الموضوع اتقفل من كل الجوانب، قرر حسب الله وعبد العال وصديقهم عرابي حسين إنهم يسافروا يتطوعوا هم كمان في السلطة. لكن ريا وسكينة بدأوا يشتغلوا تاني في الدعارة، وكان وضعهم كويس جدا، لدرجة إن أجوازهم لما نزلوا مرة أجازة ولقوا إن الشغل ماشي معاهم كويس، قرروا إنهم ما يرجعوش للسلطة تاني. وقامت ثورة 19، ورجعت الحالة الاقتصادية السيئة تاني، والشغل وقف خالص. وبعد سنين يرجع أحمد رجب علشان يلاقي سكينة مراته عايشة مع راجل تاني ومن غير جواز، فيطلقها وهي تتجوز عبد العال بشكل رسمي. وساعتها قرروا يفتحوا مشروع جديد. أجروا بيت في واحد من الأحياء في اسكندرية، وكان عبارة عن دورين. الدور الأول هيبقى خمارة أو حاجة كده زي البار، والدور التاني للدعارة. ده غير إن في خدمة تقديم أكل للزباين، وقسموا الأدوار عليهم. ريا وسكينة مسؤولين عن إدارة الدعارة، وحسب الله وعبد العال وأصحابهم عرابي وعبد الرازق هم المسؤولين عن الخمارة وحراسة البيت. الستات اللي كانت بتشتغل في الدعارة في الوقت ده كان ليهم طقوس معينة. كانوا بيجمدوا الفلوس اللي بتطلع لهم من الدعارة في إنهم يشتروا ذهب كنوع من أنواع التجارة والزينة في نفس الوقت. وكانت ريا طول الوقت بتضايق منهم، لأنها ما كانش معاها فلوس تشتري ذهب زيهم، لأن كل اللي كان بيجي لها حسب الله جوزها كان بياخده على طول. وقررت ريا ساعتها إنها تنفذ خطة جديدة، وهي إنها تستدرج الستات اللي شغالين في الدعارة وتحاول تسرق ذهبهم. وأول ضحاياهم كانت واحدة اسمها خضرة، فشلوا في إنهم يسرقوها، فقرروا يقتلوها علشان ما تفضحهمش. وضحية جرت ضحية، وبقت الجريمة عبارة عن استدراج واحدة شغالة في الدعارة، يشربوها نوع قوي جدا من الخمر أو المنوم لحد ما تدوخ تماما، وبعدين يبتدوا الرجالة يكتفوها من إيديها ورجليها، وواحد يخنقها بمنديل مبلول، وبعدها يحفروا حفرة عميقة ويدفنوا الضحية وهي عريانة تماما. بعد ما بيكونوا سرقوا منها ذهبها وهدومها حتى ملابسها الداخلية. ريا وسكينة ما كانوش بيشاركوا في عملية القتل، هم بس كانوا بيجيبوا الضحية لحد البيت. بس كان دورهم بعد كده مهم جدا، لأن هم اللي كانوا بيبيعوا الذهب بعد تنفيذ الجريمة. يعني عملية القتل كانت بتبقى على الرجالة الأربعة، حسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق. كل القضايا عن اختفاء السيدات وقتها كانت بتتحفظ وتتسجل ضد مجهول.
لحد سنة 1920 نشرت واحدة من الجرايد المصرية خبر القبض على محمود علام سفاح طنطا، واللي كان مشهور وقتها بخطف وقتل السيدات علشان يسرق ذهبهم. ولما اتقبض عليه اعترف إنه رئيس عصابة متخصص في سرقة وقتل السيدات، وكان بيتخلص من الجثث عن طريق إنه يرميهم في الترعة. وانتشرت في محافظة اسكندرية في نفس الوقت قضايا اختفاء النساء، فبدأ الناس والحكومة تفكر إن صاحب الجرائم دي في اسكندرية برضه هو محمود علام. علشان كده ريا وسكينة مكملين في الجرائم بتاعتهم دي عادي من غير أي خوف، لأن الشكوك كانت بعيدة تماماً عنهم. الجثث كلها كانت مدفونة في بيت ريا، وده البيت اللي اكتشفه سيدني سميث، لكن كان فيه 3 جثث في البيت التاني اللي كانوا عاملين فيه مشروع الخمارة وبيت الدعارة، والبيت ده برضه هو اللي كانت ساكنة فيه سكينة. وبعد تقرير دكتور سيدني سميث بدأت التحقيقات لرجال الشرطة على طول. جمع رجال الشرطة كل الخيوط واكتشفوا إن محمود علام اللي اتحكم عليه بالإعدام ملوش علاقة بكل الجرائم اللي حصلت في اسكندرية، وإن اللي ورا كل الجرائم دي هم ريا وسكينة. وتم إصدار حكم الإعدام عليهم كلهم سنة 1921 في شهر مايو، علشان يكون الحكم بالإعدام على ريا وسكينة أول حكم بالإعدام على سيدات في تاريخ مصر الحديث. الغريب إن وقت تنفيذ الحكم ما كانش ولا حد فيهم ندمان، بالعكس ريا كانت بتضحك وبتقول إنها ست قوية وما يهزهاش أبدا الموت. وعبد العال كان شايف إنه بطل وأنقذ مصر من العاهرات، ولو كان ليه عمر زيادة كان قتل منهم عدد أكبر، ودي اعترافات حقيقية وموثقة. أما عن المغالطة التاريخية إن ريا وسكينة أبطال وبيقتلوا الضباط الإنجليز، وإن الإنجليز هم اللي اختلقوا قصص وهمية إنهم قاتلين علشان يشوهوا سمعتهم ويتحكم عليهم بالإعدام، فده كلام غير منطقي، لأنهم لو كانوا أبطال حقيقيين كان حزب الوفد اللي كان حزب الثورة وقتها واللي كان الأبطال الحقيقيين بيشتغلوا فعلا لصالحه هيطلعهم أبطال حقيقيين. ده غير إن مفيش أي وثائق أو ورق رسمي يثبت إنهم كانوا أبطال، واللي متسجل في القضية الأصلية بالوثائق جرائم واعترافات تفصيلية عنها. وكمان كل الجثث كانت بتاعت سيدات بتشتغل في الدعارة، ومفيش معاهم ولا جثة راجل واحد. مفيش أي حد غريب دخل وسطهم، وفضل السر بتاعهم بينهم لحد ما تم اكتشافهم بالصدفة. أتمنى تكون القصة دي عجبتكم وأضافت لحضراتكم تفاصيل يمكن ما تعرفوهاش عن قصة ريا وسكينة. أشوفكم في قصة جديدة، ونهاية الكلام سلام.